الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله بسم الله الرجاء. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. متابعينا الكرام، أمسية طيبة عاطرة للجميع، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رمضان يجمعنا. بما أننا في هذه الأمسية نصادف ليلة عيد الفطر، إذن ستكون هذه آخر حلقات سلسلة برنامج رمضان يجمعنا في هذه الطبعة. وقد ارتأينا في هذا العدد بأن نقدم لكم يعني ملخصا مفصل وأبرز ما جاء في الأعداد الماضية. إذن تابعونا في هذا التقرير. وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة في حصتكم، حصة رمضان يجمعنا، في تجربة فريدة وممتازة ورائعة، ومن خلالكم إلى كافة الطاقم اللي يشرف على هذه العملية من إعداد وتصوير وتركيب وإخراج، وكل من سهر ووفر الظروف الملائمة لهذا البرنامج. إذن بهذه المناسبة أتوجه إلى الأمة الإسلامية عموما والأمة الإسلامية. نعم. ويديروا وإحنا أدينا الواجب تاعنا. كذلك عملية تحسيسية أخرى حول نظافة المحيط. نعم. وين تخلي لازمنا نسي ثاني مع المنصورات المحلية، مع مكتب البيئة والمديرية البيئة. نعم. نساو كل ولاية. وين تخلي الواحد ثاني نسي يعني وهي الحملات تحسيسية كثيرة جدا. على أساس أنه المجتمع أو الفرد الجزائري لازم يتوعى، على أساس أنه لازم يكون يحافظ على المحيط تاعو اللي راه يعيش فيه، سواء داخل كما تحافظ على داخل البيت لازم تحاول. قليلا يشغلون الناس عن العبادة في هذه العشر الأواخر. يبقى الناس غير تخمم كيف خرج دراهم، خرج السميد، خرجها دقيق، خرجها زبيب، خرجها روز، ما يعرفش. نعم. يدبدب كما نقولوا حنايا. نعم. ولذلكم أيها الأحباب اتقوا الله عز وجل في الناس. العلماء أفتوا بإخراجها نقدا، وعلماء أفتوا بإخراجها طعاما. نعم. ابن تيمية قال إذا كانت المصلحة للفقير أن تخرج نقدا تخرج نقدا. نعم. وأخرج عمر بن الخطاب نقدا، وأخرج من التابعين عمر بن عبد العزيز. يعني والله فائدة الصوم يعني فوائد كبيرة ياسر. من ناحية أخرى، باش تكون هذا الإنسان اللي يدي هذا الفوائد الكل، ماشي أي واحد يصوم غادي يدي هذا الفوائد الكل. أكيد. نعم. لازم يكون فيها شروط. من بين هذه الشروط اللي لازم يكون نظام غذائي صحي. نعم دكتور، أكيد سنتحدث عن هذه النقطة، عن النظام الغذائي، ولكن في ودي أن أطرح سؤال آخر. بما أنه نلاحظ هنا في مجتمعاتنا، في المجتمع الجزائري، كما تابعتم متابعينا الكرام في هذا التقرير عن مختلف الحلقات التي تم بثها في سلسلة برنامج رمضان يجمعنا، قد كانت فكرة البرنامج والهدف منه هو تقديم رسالة توعوية وتثقيفية لجميع أطياف المجتمع من متابعينا الكرام. وقد تجسدت الرسائل التوعوية في عدد من الحلقات، لعل أبرزها التي خصصنا فيها بالذكر عن العمل والنشاط الجمعوي، وتلك التي كذلك نذكر ما خصصنا فيها عن الحديث عن الجانب الصحي للصوم. وتجسد الجانب التثقيفي في حلقتين مهمتين هما التي تناولنا فيها موضوع غزوة بدر الكبرى، وكذلك آخر عدد الذي تناولناه قبل فترة وهو الخاص بليلة القدر. إذن كما قلت أعزائي المتابعين أن هذا البرنامج الهدف منه كان تقديم رسالة تثقيفية توعوية بحتة. متابعينا الكرام، يحضر معي في هذه الأثناء أحد ضيوف أعداد برنامج رمضان يجمعنا، السيد العمري ياجل، من كان حاضرا معنا في ثاني الأعداد ومن نورنا بكثير من الأفكار في تلك الحلقة. إذن السيد العمري، تثمينك لهذا البرنامج وتقييمك إياه، نعم، ماذا تقول؟ بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى من اتبعه بالهدي واقتفى. نعم. إذن أولا في بادئ البدء نشكرك أنت كشخص لأنك فتحت باب من أبواب الخير. نعم. ما نقولوش للمنطقة ولكن لكل من لاحظ وشاهد واستمع لحلقاتك. سعدت كثيرا بوجودي كحلقة ضمن سلسلة نعم. ما سطرتموه من حلقات. نعم. لا أسعى إلا أن أقول أنه كان برنامج جد ثري
مهم. يخدم الطفل ويخدم الكبير ويخدم الشاب ويخدم كل أطياف المجتمع. نعم. نعم، مهم. لأنه صاهر على أن يكون محتواه في يعني العمل الخيري والعمل الجمعوي، بغض النظر على يعني رحمات الله التي أنزلت في هذا الشهر. نعم. وشفناها بعيننا يعني في الميدان. أكيد. نعم. الحمد لله. من التقييم يعني نقول من أنا حتى أقيم، لكن يعني كما نقولوا مادام استشرتني وحبيت تاخذ رأي يعني ناجح بامتياز، ولو أنه ممكن تكون في عثرات. أكيد. كمال وهو لله. كذلك. نعم. هذا العثرات الإنسان يداركهم إن شاء الله، وكل شوي يعاود يزيد يصحح، ما زالوا أعداد واحدة أخرى إن شاء الله. مهم. هذه الطبعة الأولى إن شاء الله. نشكرك بزاف ونشكر كل يعني اللي حضروا هنايا مهم. وفاتوا معاك ومدوا واش عندهم بصدر الرحب. ونشكر كل المستمعين والمشاهدين اللي حضروا ثانيك، ونتمنى يكونوا استفادوا منه. مهم. وإحنا يعني أنا والله استفدت كثيرا وتبعت الأعداد تبعك، الحمد يعني لله. إذن كما نقولوا عدد بعدد تبعتهم كامل، والحمد لله. نشكر كل الحاضرين نعم. ونشكر كل المشاهدين، ونشكرك أنت على رأسهم. بوركت وبركت أفعالك إن شاء الله. نعم، شكرا لك سيد العمري. إذن نعم. وبما أننا في ليلة عيد الفطر المبارك، ماذا نقول للأمة الإسلامية والعربية؟ نعم. قبل أن نهنئ الأمة الإسلامية والعربية، كما عرج صديقي وأخي الفاضل يعني من سبقني بالذكر ومن سابق الأئمة كلهم يدعون لغزة وفلسطين ككل، يعني إن شاء الله يكون عيدنا موازي لنصرهم. إن شاء الله يكونوا متوازين العيد مع النصر تاعهم، لأنه يولي العيد عيدين. نعم. إن شاء الله نتمنى رب العالمين هو أدرى وأعلم، والبصيرة تاعه راه يشوف وراه كلش، إلى حد ويضع حد لبني صهيون إن شاء الله بإذن إن شاء الله. الله بإذن الله. وربي يرحم من ماتوا منهم ويشفي من مرضاهم ويجبر خاطر كسراهم ويفك أسراهم. ثم نعود إلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. ربي إن شاء الله يعطينا عيد سعيد كما نقولوا، وينعاد علينا بالخير والبركة والهناء إن شاء الله واليمن، ويعاد علينا سنوات عديدة ومديدة غير منقطعة إن شاء الله. وبوركتم وصحة عيدكم، وكل عام وأنتم بألف خير. إذن إن شاء الله سيكون بإذن الله، نتمنى أن يكون عيد فطر مبارك لهذه السنة. إذن متابعينا الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لإتمام أطوار هذه الحلقة. لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. إذن عودة مرة أخرى متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ويسعدني الآن أن يحضر معي من فتح لنا الباب ومن كان له فضل كبير في إنجاح هذا البرنامج، السيد مدير مؤسسة مبيت الشباب، السيد الأخضر فايد، مدير مؤسسة بيت الشباب الذي احتضن هذا البرنامج وفتح لنا المجال ووفر لنا الجو الملائم من أجل بث كل هذه الحلقات. إذن سيد الأخضر، مرحبا بك معنا، أو بالأحرى مرحبا بنا نحن عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا ببدء، رحبوا بكم هنا عندنا في مؤسسة بيت الشباب. الشهيد الأخضر العطوي حمام قرقور. شاكرين لكم الجهد المبذول في إنجاح هذا البرنامج أو في تنظيم هذا البرنامج والسهر على إنجاحه. المؤسسة طبيعتها مؤسسة شبانية تربوية تفتح أبوابها لكل الشباب وكل العوام من أجل الإضافة أو إضافة الحاجة الإيجابية أو الشيء الإيجابي في المجتمع، والتي تهتم وتعني بالشباب بالخصوص. نعم. إذن سيد الأخضر، بما أن هذه المؤسسة احتضنت هذا البرنامج، إذن فأنت أحد المشرفين عليه. ما هو تقييمك لكل حلقات هذا البرنامج؟ نعم. ومن حيث الفكرة كفكرة كانت فكرة ممتازة، مقتطفات من كل بستان زهرة، دينية ثقافية تربوية صحية، كانت ملمة. برنامج في المستوى.
رغم أنه ممكن هناك بعض النقائص أو نعم أكيد. بعض السلبيات، ولكن على العموم إيجابي بامتياز. نعم، إذا أستاذ الأخضر، بما أنه نحن في ليلة عيد الفطر المبارك، فمن هذا المنبر ومن هذا السياق ماذا نقول لجميع الأمة الإسلامية والعربية، وماذا نتمنى لهم؟ بادئا ببدء أهنئ الأمة الإسلامية بصفة خاصة أو بصفة عامة، والأمة الجزائرية بصفة خاصة على بلوغ شهر رمضان بالدرجة الأولى، ثم على الصيام والقيام والعمل الصالح، وانتهاء بتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك. كل ما نتمناه من المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا والعمل الصالح في هذه الأيام الماضية. نتمنى أن يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات سنين عديدة، والعام الجاي إن شاء الله نزيدوا نصوموه بالصحة والهنا. هذا باختصار. تهنئتي متواضعة، ولكن لا ننسى إخواننا في غزة. حنا فرحانين، صمنا مليح وحنعيدوا إن شاء الله مليح، ولكن خوتنا في غزة راهم يعانيوا مساكن. نتمنوا لهم أنه ربي يرفع عليهم هذا الضر، ربي يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويجبر كسورهم وينصر جندهم ويطعم جائعهم ويكسي عاريهم. باختصار ما نسوهمش بالدعاء في كل وقت، في كل آن، في كل حين، حتى إن شاء الله ربي يرفع عليهم هذا البلاء. ونتمنى أنهم إن شاء الله مأجورين، ونظن أنهم مأجورين على كل ما يعانون من اضطهاد ومن ظلم. إن شاء الله عن قريب نصر الله قريب إن شاء الله، ونتألم كما يتألمون لأنهم خاوتنا مهما كان. كذلك ما نسوش المرابطين في مسجد الأقصى الذين يدافعون ويضحون بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على المقدسات الإسلامية. ربي يجازيهم إن شاء الله. نتمنى لهم كل النجاح وكل النصر وكل التوفيق إن شاء الله. إذا شكرا لك أستاذ الأخضر، والله التفاتة طيبة منك لأنك عرجت الحديث عن إخواننا هناك في غزة، ونحن بدورنا نتمنى النصر لفلسطين الحبيبة ولغزة العزة، وأن ينصر الله المرابطين المجاهدين هناك، وأن نسمع تكبيرات النصر تزامنا مع تكبيرات عيد الفطر، ولما لا. إذا متابعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رمضان يجمعنا، على أمل أن نلتقي في طبعات أخرى وفي أفكار أخرى وفي بث جديد لمختلف يعني المحتويات الإعلامية التثقيفية والتوعوية من طابع آخر. ونتمنى أنه بعد رمضان ألا نفترق، وأن نبقى مجتمعين كما اجتمعنا في هذا البرنامج الذي سمي برمضان يجمعنا. إذن أعزائنا المشاهدين، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل